يعني هقول لك حاجه عجيبه جدا طبعا. يعني حصلت صدفه ان انا وقعت مره في ايد حد بيشوف الكف. طبعا انا عارف ان الحكايه دي لا بس انت ناس ليك في كتير القصه ديت، ليك مشوار كويس قوي. يعني انت عارف علي ليه عارف مشوار قصتي. جامد جدا. اه فقال لي انت هتخلف 7. ده من زمان جدا. كان لسه عندي طفله قال واحده لك ايه مشيره. بقى؟ طب بس قول لي قال لك ايه كمان؟ قال لي حاجات كتير. هتخلف 7؟ لا، قال لي هتخلف 7. كمل بقى لما خلاص. يعني لما انت وقعت خلينا خلاص، لغايه هنا. انت وقعت خلاص. احكي لي بعد ما شاف الكف اديته كام وقال لك ايه، وكان لا الراجل ده والله فين؟ لا، ما كان بياخدش فين؟ فلوس. ده ميزه الراجل ده، وفضلت معاه سنين طويله. لانه مش ما بيشتغلش كده. يعني انا فاكر ان انا خلاص مرة ما بياخدش فلوس ابدا لكن عم قال لك صبري هات ده. ايدك، هات ايدك. شاف وقرا. شاف ايديا الاثنين، هو بيقرا الايدين الاثنين، وبيقرا كمان الصوابع اطولها عامله ازاي، نسبها جنب بعضها. الصباع نفسه. يعني وبعدين هو يعني امتى يعني قال الكلام حاجات ده؟ كتير. كان سنه 82. كنت علي الحجار. كنت مشهور. هو حصل مشكله مجنون ليلى المسرحيه دي. اللي اللي ما يعرفش مشكله مجنون ليلى، كان علي اتاخر على العرض او حاجه زي كده، وحصلت مشكله كبيره لعلي حصلت وقتها. مشكله كبيره لانه ما راحش العرض، والعرض ما فتحش وكده، لان العرض ما ينفعش يفتح من غير علي. رحت مثلا 8 ونص و5 9 الا تلت، وهم فتحوا العرض الساعه 8. هم فتحوا العرض الساعه 8 وقفلوا جم عند دخلتي. المفروض ليلى بتقول فردوس عبد الحميد ها هو قيس قد اتى. ما بيدخلش قيس ابن عمي عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. فيعني قفلوه. راحوا فاتحين. يعني جيت عند دخلتي ها هو قيس قد اتى، مفيش قيس. استنوا شويه، الجمهور جاي من الدول العربيه، وزراء الثقافه والاعلام من كل الدول العربيه جايين مسرح الجمهوريه يتفرجوا على قيس وليلى. في ده بديل لاحتفالات اكتوبر العسكريه، لانه كان قبلها بسنه حصل اغتيال السادات. صحيح. فقالوا نعمل احتفالات اكتوبر بحافظ وشوقي، فعملوا مسرحيه لحافظ ابراهيم في مكان، ومسرحيه احمد شوقي مجنون ليلى. هو اللي كاتب طبعا مجنون ليلى، وكاتب الكلام الرائع ده. وجينا يوم الجنرال بالليل، مفيش الحان. بليغ حمدي كذا مره يقول لهم ما تفتحوش، انا ما خلصتش الحان. فتحوا من غير الحان. حلو قوي. بس كنت انا هطلع بقى اقول متعتي ليلى بالحياه وبلغت التمثيل بتاع زمان والثلاث كوبايات، واقعد على ركبه ونص والحاجات دي، وكانت هتبقى الحكايه. المهم يعني طبعا انا كنت قبلت ووقفت مع الاستاذه سميحه ايوب والمخرج عادل هاشم بالليل يوم الجنرال. قلت لهم هرتجل، يعني هغني الحاجات اللي عبد الوهاب لحنها. مفيش قدامي اللي انت حافظها، اللي انا حافظها. فقالوا خلاص اوكي وبتاع بس حصل انه الحقيقه يعني انا اشتغلت مع هيئه المسرح كتير، ورحت على انه العرض بيبدا الساعه 9، لانه دايما بشتغل في الهيئه والعروض بتبدا الساعه 9. فردوس عبد الحميد قالت قيس، ما جاش قيس. والقيس بقى اتذبح بقى، واترفدت من النقابات اتذبح بقى في كل المجلات والجرايد والدنيا كلها. ذبحوا علي الحجار. فصدفه لقيت عصام السيد صاحبنا المخرج المسرحي، طبعا مخرج جميل، بيقول لي في واحد عايز يشوفك. قلت له ايه؟ طبعا ايام كتير الجرايد عماله تكتب كلام مش حلو. مش حلو خالص. تحقيقات في الوزاره. انت فاكر طبعا. طبعا. ف قلت له عصام انا يعني في حاله مش كويسه وما بنامش بقالي كتير وبتاع. قال لي طيب الراجل ده يعني مش هتخسر حاجه. هينيمك. لا وحصل على فكره. حصل ايه يا علي؟ رحت معاه لعم صبري ده، قال لي بس هو عايز يعرف اسم والدتك، اسم الست والدتك. وهنروح له بكره. كويس. ورحنا له تاني يوم. دخلت لقيته عم صبري ده في شبه من صلاح جاهين شويه. ونفس الطريقه. متختخ كده بس اطول شويه. وعينين خضراء. و يعني وشه كله طيبه، وشه حاجه مش معقول الطيبه اللي في وشه يعني. كويس. اتفضل تعالى يا حبيبي، وخدني بالحضن وكأن يعرفني يعني. ما كلنا نعرفك وقتها. مش يعني كل مصر الوطن العربي يعرفك وقتها. 82 انت كنت عديت خالص. 82 كان بليغ حمدي قدمني للناس 77 يعني. طيب كويس. فالمهم قلت له اقعد فين؟ عاده لما بتدخل بيت جديد بتبقى مش عارف لسه هتدخل فين. صبري يقول لك اقعد هنا. فقال لي اقعد براحتك يعني. فانتريه صغير كده، فقعدت على كرسي.
مجرد ما قعدت شويه كده ولقيت نفسي بنام. انا كنت 27 يوم تقريبا ما بيجيليش نوم. مفيش نام انت الاول، نام انت الاول بتاع عبد السلام لا النابلسي. مش عبد السلام النابلسي. نمت على طول. نمت بعد شويه. عصام السيد معاك؟ عصام السيد معايا، وعصام موجود على فكره. ما نامش؟ نقدر لا نسأله. عصام طبعا ربنا يديه الصحه، ما نامش عصام. لا هو عارف انه انا اللي هنام. كويس. شويه وانا بنام على فكره سامع عصام بيقول له ايه ده يا عم صبري، ده علي بينام. فقال له سيبه هو يرتاح. دي اخر حاجه سمعتها. مفيش يعني 10 دقائق، اقل من 10 دقائق، وفقت تاني عليه ماسك كوبايه بيقرا عليها كده، وقال لي اشرب. فقلت له ايه دي؟ قال لي ميه قريت عليها قران. فشربتها. شويه كده انت مدرك انك نمت وصحيت؟ كويس. نمت ال10 دقائق دول كاني نمت كويس جدا، مثلا 8 ساعات. قمت فايق جدا. كويس. قال لي تشرب قهوه؟ قلت له ما بشربش، انا فعلا ما بشربش لا قهوه عمرك خالص. ما شربت قهوه. علي يشرب ممكن 9 كوبايات شاي. ايوه. انما ما يشربش ولا فنجان قهوه. فقلت له لا. فعصام قال لي على فكره ممكن تجيبوا لنا شاي يعني اذا كان عندكم، يعني احنا بنطلب الشاي بس بشكل غير مباشر. يا راضي عايزين شاي. فمتشكر طبعا يا استاذ. لا استاذ علي. ف عصام قال لي اشرب، هو عايز يمكن يشوف لك الفنجان. فقلت له طيب ماشي. نشرب القهوه. شربت القهوه كويس. اللي اتعملت، وقلب الفنجان، وبعد شويه وعمل كده وحطه قلبه على الطبق بتاعه. تمام عملناها كلنا. وسابه شويه. انا قلت له عايز الحمام. فراح واخدني دخلني الحمام بتاعه. وانا خارج من الحمام رجلي اليمين دي لمست ستاره البانيو بلاستيك دي. حسيت بشحنه كهرباء، فولت كهرباء عالي جدا. قلت اللهم صل على النبي، وخرجت جري. قال لي ايه في ايه؟ قلت له حصل كذا. قال لي طب اقعد بقى. انت من اول اخترت كرسي. انت استويت. اقعد يا علي. اقعد. قلب الفنجان وجه يبص فيه، وراح قلبه تاني على الطبق وحطه. فعصام قال له ايه يا عم صبري؟ انا شفته وهو بيقلب الفنجان دي اسود كله. في وش الخريطه دي اللي الناس بتقرا منها. الحاجات اللي بنقعد غامق خالص. فقلت يعني هو مش عايز يقراه لانها واضح ان في مصايب يعني. كويس. المهم من ضمن لبشت بقى وانت قاعد. اتخضيت بقى. طبعا. وشويه وقال انا ايه بعد اذنكم هشتغل، ودخل اوضه كده اشتغل فيها، ما اعرفش اشتغل ايه، ورجع لنا بينهج وعرقان. وقال حاجات كتير جدا جدا مش عايز اقولها. لا لازم تقول مننا شويه يا حبيبي. انت اللي فتحت الموضوع. اصل انا دي عملت لي بسبب انا قلت له حاجه ماجد. انا قلت له احكي لنا حكايه عم صابر دي يا بدير. انا قلت له حاجه يبقى لازم يقول. يعني خلاص. احنا كنا بنتكلم في مجنون ليلى متهيألي. لا معلش خلاص. انت وقعت واللي كان كمل بقى. صبري قال لك هتجيب 7 عيال وهتعمل ايه؟ ده بعدين بقى لما خلاص يعني المره دي قال لي انا شفت لما دخل اشتغل. قال انا شفت في بكره حد كبير هيبعت لك والمشكله هتخلص بكره. وسط السواد ده. وسط السواد ده. لا هو دخل بقى اوضه. جه بعد ساعه الا ربع ولا 35 دقيقه بينهج وعرقان، وبدا يتكلم. قال لي نحل لك المشكله اللي انت فيها دلوقتي الاول. بكره هيبعت لك حد كبير طويل واسمر كده وهتتحل المشكله بكره. طبعا انا ما كانش في قدامي ريحه اي حل خالص. لقيت الصبح الساعه 11 وتلت كده تليفون البيت. ما كانش فيه موبايلات 82. الطويل الاسمر ده حسن حامد ولا ايه؟ بتاع التلفزيون. مين الطويل الاسمر؟ كان الوزير هفتكر. هو جه وزير سنتين يمكن كده. هفتكر طيب اسمه دلوقتي واحنا بنتكلم. كان وزير الثقافه. كان وزير الثقافه. لقيت يعني الساعه 11 تليفون. انا فلان مدير مكتب وزير الثقافه، في ميعاد النهارده الساعه 1 كده. فقلت بركاتك يا عم صبري. يعني بدايتها كده. قال لي بكره هتخلص. فكان عم صبري، نسيت اقول لك بقى، عم صبري اداني. اوعى تنسى حاجه علي. لا هفتكر عشان دي مهمه حكايه مجنون ليلى. اداني ورقه مكتوب فيها حاجات، ايات وقراءات كده ونجوم وارقام وحاجات كده. قال لي تكتب النجوم والارقام دي على ايدك اليمين هنا في الحته دي بقلم فلوماستر او بقلم احمر، وتقرا القرايات اللي انا اديتها لك دي قبل ما تدخل للوزير.
ولما تدخل سلم عليه وبعدين يبقى امسح اللي انا اديته لك. قبل ما تخش الا الراجل الاسمر. عبد الحميد رضوان افتكرت. طبعا عبد الحميد رضوان كان الوزير عبد الحميد، راجل صعيدي جميل طبعًا محترم طبعًا جدا. طبعًا انا مش طبعًا هنسى يعني فضل طبعًا الراجل ده يعني. ف القرايات طبعا اول ما جالي التليفون ده صدقت، يعني انا ماشي من عند عم صبري بالليل امبارح متبرجل شويه متبرجل. فصدقت طبعا من التليفون بتاع انه الوزير والنهارده الميعاد الساعه 1 الظهر. رحت قابلت عبد الحميد فاتوضيت وصليت ركعتين وقريت الحاجات وكتبت حصن كده بيقول وكتبت الارقام والنجوم. هنا هي حاجات قليله كتبتها فعلا بقلم في الماستر. والتحصين ده قريته بعد الصلاه. حصنت نفسي بالحصن الذي اسسه الله، سوره لا اله الا الله، بابه محمد رسول الله، حيطانه سلام قولا من رب رحيم. الله ده كلام انا حلو. الاسد سهمي نفذ منه المدد، لا ابالي من احد بفضل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله ده 3 كلام مرات. حلو قوي. كلام جميل انت جدا. حافظه من وقتها طبعا من ساعتها. عمرك ما حكيت لي الحكايه دي يا علي. ما حكيتلكش دي بالتحديد. دايما تحكي لي على العفاريت والبتاع وتخوفني. انا بحاول ابعد عنها اهو. يعني يقعد يحكي لي على العفاريت وبتاع، ما تحكيليش الحاجات الحلوه دي. طب كمل يا علي. فيعني قريت دول وكتبت ده، ورحت عند وزاره الثقافه في الزمالك، قعدت في عربيتي من 12:30 لغايه ما جت الساعه 1 ل 10 ولا حاجه. طلعت قعدوني في ريسبشن كده بره، وبعدين قالوا الوزير عايزك. فتح باب جرار كده، حسيت وانا رايح لغايه مكتبه ان انا ماشي 3 سنين. طبعا من الرعب والخوف. وحسيت ان المكان بعيد وعمال يبعد زي ما تكون بتشوف حلم يعني. وهو مش بعيد قوي يعني. انا لما بروح الايام دي وزاره الثقافه كلها محدوده مش كبيرة. محدوده. فعلى ما وصلت له قال لي اهلا يا علي اقعد. فانا مركز ان انا اسلم، انا راسم البتاع دي لازم يسلم عشان يسيب حاجه. ما سلمش. فمديت ايدي، راح الراجل قايم الحقيقه ومسلم، وقال لي ايه بقى انت رحت الساعه كام؟ قلت له رحت 8:30 و5 او 9 الا تلت. قال لي على اساس ان الافتتاح الساعه كام؟ قلت له 9. قال لي عرفت ازاي؟ قلت له انا اشتغلت مع هيئه المسرح كتير، انا عملت مسرحيات كتير ودايما الميعاد 9. وكمان انا دخلتي مش في الاول، انا بعد ما بتدخل المسرحيه بتلت ساعه وما عنديش مكياج، هي جلابيه مقطعه بلبسها، المخرج طالب مني كده وخلاص. تجلس في 5 دقايق. فيعني انا رايح قبل ميعادي. قال لي امال ايه اللي فتحوا دول كلهم وصلوا؟ قلت له ما اعرفش، يمكن وانا بجرب الجلابيه في البروفا جنرال قالوا على الميعاد مثلا. لكن احنا كنا كل يوم لمده 3 شهور بنمضي على ميعاد بروفا تاني يوم، جدول كده، وكل يوم بنوقع ان بكره هنيجي الساعه 9 في البروفا. كويس. فقال لي طب يعني العرض كان لو كنت انت وصلت بدري وعرضت معاهم وكده العرض كان هيبقى حلو؟ اسال اسئله بسيطه كده الاول. فقلت له والله احنا عملنا لغايه الفصل الثاني بس، والثالث ما كملناش بروفاته، والاستاذ بليغ حمدي ما كانش كمل الالحان وقال ما تفتحوش دلوقتي لاني انا ما عملتش الحان. ووقفت مع الاستاذه سميحه ايوب والاستاذ عادل هاشم ليله الجنرال، قلت لهم انا هعمل ايه؟ هاجي امثل ازاي يعني؟ ما كنتوا جبتوا اي ممثل. فوصلنا ان انا هرتجل بصوتي كده من غير فرقه ومن غير موسيقى الحاجات اللي عبد الوهاب لحنها، سجى الليل والدويتو بتاع عفراء مولاتي والحاجات دي. تعالي نقضي حقا وجبا، خدي وعاء وابلئيه لابن عمي حطبا. كان ممكن نرتجل ويبقى وفعلا وتعدي الحكايه. فالمهم قال لي طيب بص بقى، انا جات لي ورقه من ممثلين المسرح القومي كلهم بيبرئوك من الحكايه دي. يا سلام. طبعا عم صبري نسيت اقول لك ان هو قال لي على فكره انا طول الليل ما نمتش، انا في حد في ودني كل شويه يقول لي انت ظالم علي الحجار ابعت هاته. والله كده. ده الوزير عم صبري ما هيطلع الوزير قال لك كده؟ يصحيه كل شويه. قال لك في حد في ودني طول الليل يقول لي، طول الليل بيقول لي في ودني انت ظالم علي الحجار ابعت هاته. جيت الوزاره لقيت الورقه دي، لقى ورقه من ممثلين المسرح القومي بيقول له علي بريء عليها، بيقولوا ان احنا لم نختر لا شفاهه ولا كتابه بميعاد افتتاح العرض، بالرغم من اننا كنا بنمضي كل يوم على مواعيد البروفات. العمل كان ناقص الفصل الثالث ما عملناهوش. تمام خلاص براءه. قال لي براءه. انت خرجت من عنده على عم صبري على طول. طبعا طبعا. فيا نهار ابيض. امال ايه؟ طبعا عمار بيت المسلمين عمار زي ما بيقولوا. هي ست ام شريف بره بتعمل شيء حلو قوي.
تمام، ربنا يخليك، تسلم. رحت لعم صبري بقى تاني. خلاص بقى عشت معاه شويه بتاع سنتين طب ثلاثه قال لك يعني. على الولاد، قال لك على ايه تاني حصل؟ والله مالك؟ والله مش عايز اقول، لان فتحت عليا الحكايه دي. يعني ما عندكش فكره، كنت يعني ما برتاحش من التليفونات وجوابات الناس، ما كانش في فيسبوك ولا عايزين رسائل يروحوا لعم واتساب. صبري؟ عايزين يروحوا لعم صبري. مين عم الراجل صبري ده وعايزين موجود نروح دلوقتي له ولا ومين وحاجات. نعم. اصل ماجد عايز يروح له. طبعا عم صبري أكيد. موجود دلوقتي؟ موجود بس بطل من زمان. ما هو بيجي مرحله كده ويبطل. بطل من زمان، لان هو كان بيتعب. يعني انا فاكر انه لما كان بيدخل الاوضه دي، الصومعه بتاعته دي، يشتغل زي ما هو اللي داخل اشتغل، يعني هو كان بيقول كده، كان بيخرج تعبان وبينهج وكده. اشياء غريبه اه لكنها تحدث. يعني انا مصدق علي، لان انا شفت حاجات بالشكل ده انا كمان. مره ان شاء الله علي يستضيفني عنده في البيت واحكي له الحاجات ديت.